البريزنت سيمبل يا حبايبي هو الفريق. البريزنت سيمبل او المضارع البسيط للاطفال هو سهل جدا. طب ازاي بنحل عنه؟ بنبدأ الاول نشوف اول كلمة في الجملة بتاعتي. الزمن ده بيتكون من I، لو لقينا I او they او we او you او اي برولر، اي اسم جمع، على طول بنحط الفريق بتاعنا اللي بيحبش الاس. الفريق ده من الفريق الفيرب جنبه، يعني الفعل او الكلمة اللي بتيجي جنبه في الاختيارات ما نختارش فيها اس، ما بيحبش الاس. طيب مين هما؟ الاي، الزي، الوي واليو واي برولر واي اسم جمع. طيب مين الفريق التاني؟ الفريق التاني بتاعنا هو الهي والشي والات واي سينجولر واي اسم مفرد. ده الفريق بقى اللي بيحب الاس. يعني ايه بيحب الاس؟ فيروح يدي للفيرب اللي جنبه يديله اس. يبقى لما نلاقي اي وذي ووي ويو واي برولر او اي اسم جمع، نختار في البريزنت سيمبل الفيرب بتاعنا او الكلمة اللي جنبيهم ما نحط لهاش اس. طيب والهي والشي والات واي سينجولر واي اسم بيكون مفرد، الفيرب اللي جنبيهم بنحط له اس عشان هما الفريق اللي بيحب الاس. طيب تعال نشوف اكسرسايز على الكلام ده. لو هنا عندي علي، بصوا كده، علي ده اسم سينجولر، اسم مفرد اهو. اول كلمة اهو لقينا علي، وعلي ده سينجولر يعني بيساوي مين؟ علي بيساوي هي من الفريق اللي بيحب الاس. فاحنا هنختار بقى لايكس اللي فيها اس عشان الهي والشي والات واي سينجولر واي اسم مفرد بيحب الاس ويديها للي جنبه. طيب بص بقى الفريق التاني، الاكسرسايز التاني، احمد اند علي. انا هنا عندي مين؟ احمد اند علي، ودول بيساوي زي، وزي من الفريق اللي ما بيحبش الاس. يبقى هنختار جو ولا جوز؟ طبعا هنختار جو، لان احنا اتفقنا ان الاي والزي والوي واليو واي برولر واي اسم بيكون جمع على طول بياخد الفريق بتاعه من غير الاس. طيب لو عندي my sister، احنا هنا دايما مش بنبص على ماي، لان ماي اسمها صفات الملكية. اللخبطة اللي بتحصل ايه بقى في صفات الملكية؟ تعالوا نحكي شوية عن صفات الملكية. صفات الملكية تعالوا افكركم بيهم. صفات الملكية هي كلمات بنستخدمها عشان نقول الحاجة دي بتاعت مين. يعني لو الحاجة دي بتاعتي انا بنقول ماي، انا ملكي ماي. يعني مثلا اقول ماي كات، يعني قطتي انا. يبقى انا حطيت ماي على كلمة كات عشان نقول القطة دي بتاعتي انا. طب لو الحاجة دي بتاعته هو هي ملكه هز، زي ان انا اقول شنطته his bag، شنطته هو. طيب لو حاجة دي بتاعتها هي شي ملكها hair، نستخدم hair. طب لو الحاجة دي بتاعتك انت يو ملكك your. لو الحاجة دي بتاعتهم هما زي ملكهم their. طب لو الحاجة دي بتاعتنا احنا وي ملكنا our. بس المشكلة اللي بتحصل ايه؟ ان الاولاد الصغيرين مثلا اللي في جريد 1 او في جريد 2 هم بيحلوا مش بيخلوا بالهم ان في فرق بين صفات الملكية. صفات الملكية لازم بيجي جنبيها اسم، بيجي جنبيها noun. يعني بصوا هنا في الاكزامبل ده انا جايباه ماي كات. يعني انا دلوقتي لما اجي احل ما ابصش على ماي اكنها مش موجودة، ابص على مين؟ ابص على كات الاسم اللي جنبها. طب والكات ده نوعه ايه؟ نوعه سينجولار. يعني ايه سينجولار؟ يعني مفرد، نوعه مفرد. يبقى عشان كده هنختار is وهنختار drinks اللي فيها اس، عشان انا ما بصيتش على ماي، بصيت على مين؟ على الاسم بتاعنا، على كات. طيب بصوا هنا my cats، انا مش هبص على ماي، ماليش دعوة بماي، ليه دعوة بمين؟ بكاتس اللي فيها اس. طالما كاتس اللي فيها اسم يبقى ده نوع الاسم ده برولر. يعني ايه برولر؟ يعني جمع. وطالما نوعه برولر يعني نوعه جمع، يعني ياخد ار
وياخد drink اللي من غير الاس. لان انا فهمتكم وقلت لكم في البريزنت سيمبل في اس واحده بس في الجمله، اس جت هنا في الاسم الجمع تمشي من هنا من الفيرب بتاعنا، هي اس واحده بس في الجمله بتاعتنا. طيب يبقى احنا عرفنا ان صفات الملكيه بنبص على الكلمه الاولى ولا التانية؟ لا، ببص على الكلمه التانية. يبقى مش ببص على ماي، ببص على سيستر. هنا سيستر كام اخت؟ اخت واحده. يبقى من الفريق اللي بيحب الاس تدي الاس للي جنبها، يبقى هنختار feeds اللي فيها اس. اختي بتطعم القطه. طيب هنا my sisters، انا مش ببص على ماي، ببص على مين؟ على sisters، وsisters هنا فيها اس يعني جمع، وطالما فيها اس يعني جمع ما نديش اس تاني للي جنبها، هي اس واحده بس في الجمله، هي جت هنا. يبقى هنا بقى هنختار run من غير الاس. يبقى نقول تاني، صفات الملكيه مش بنبص عليها واحنا بنحل، بنبص على الاسم اللي جنبها. لو الاسم بتاعها كان مفرد سينجولار من غير اس، يبقى هنحط جنبها الفيرب في اس، لان احنا اتفقنا هي اس واحده بس في الجمله. my sister، sisters هنا جمع فيها اس، يبقى هنحط الفيرب اللي جنبها من غير اس عشان اس واحده بس في الجمله. طيب his friends، احنا لو بصينا على his هتقول لي ميس دي بتاعت هي، وهي بتحب الاس، هختار رايتس اللي فيها اس. هقول لك لا غلط، صفات الملكيه ملهاش دعوه بالفيرب، يبقى احنا مش بنبص على his، بنبص على مين؟ بنبص على اصدقاء friends. فيها ايه اصدقاء friends؟ فيها اس يعني برولر يعني جمع، والمس قالت في كام اس في الجمله؟ اس واحده بس، جت هنا الاس، يبقى الفيرب اللي جنبيها ما ناخدش فيه اس، يبقى رايد بس. يبقى his، ما بصش على his، ما بصش على his عشان his ملهاش دعوة. مين اللي جنبها؟ جنبها friends، friends دي جمع، يبقى الجمع الاسم الفعل اللي جنبه او الفيرب اللي جنبه ما نحطلهوش اس. نكمل اكسرسايز عشان نعرفهم اكتر. هنا عندي بقى your father، انا هنا عندي your. لو بصينا على your هتقولي لي يو، ويو من الفريق اللي بيحبش الاس، هاخد واتش. هقول لك غلط، احنا مش بنبص على يور، لا بنبص على الاسم اللي جنب الصفات الملكيه. الاسم ده نوعه ايه؟ singular يعني مفرد، وطالما مفرد يبقى بيدي اس للي جنبه. طالما مفرد مفهوش اس يبقى هنحط اس للي جنبه، يبقى هنختار watches اللي فيها اس. طب هنا your father and mother، father و mother هما اللي هنبص عليهم، ودول جمع بابا وماما، يبقى دول هياخدوا مين؟ هياخدوا go، لان اي برولر اي جمع عشان بيساوي زي، وزي ما بتحبش الاس تاخد جو. طيب هنا بقى بنتلخبط شوية، لو بصينا على اي لوحدها هنحط لايك، لو بصينا على علي بس هنحط لايكس. لازم نبص عليهم هما الاتنين، هما الاتنين بيساووا وي، ووي او اي جمع ما بيحبش الاس يبقى ياخد لايك. هنا عندي هير كاتس، لو بصينا على هير لوحدها، هير بتحب الشي والشي بتحب الاس، لكن احنا مش بنبص على هير لان صفات الملكية ملهاش دعوة بالفيرب. بنبص على مين؟ على كاتس، وكاتس هنا جمع، وطالما كاتس هنا جمع يبقى نحط الفعل اللي جنبها من غير اس، لان المس قالت اس واحدة بس في الجملة، جت هنا يبقى تمشي من هنا، جت هنا تبقى تمشي من هنا، هي اس واحدة بس بتاعت الزمن حطيناها في السبجكت يبقى الفيرب بتاعنا من غير اس، حطيناها في الفيرب يبقى السبجكت بتاعنا سينجولار مفرد. في الفيديو اللي جاي بقى هنتعرف الفرق او ايه اللي بيلخبط الولاد في don't و doesn't في النيجاتيف بتاعهم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا له لايك. باي باي.